سلام فراشاتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. جيتكم اليوم بوصفة رولي الدجاج. نديرو طاجين زيتون. انا بارطاجيت معكم طاجين زيتون بزاف المرات، بصح راح نديره لكم هنا بطريقة مختصرة. وراح نحطو كمية تاع الزيت في الامغميطة تاعي، ونحط قطع من اللحم ولا دجاج، ونخليهم يتقلاو مليح. لاصوص بلونش لازمها تتقلى مليح. فوالا نكون وجدت قطعت البصله تاعي وشويه توم، 2 سنينات توم وحبه بصل تكون كبيره شويه. نقطعوهم الافضل باش تجينا المريقه تاعنا خاطر ما تجيش هكاك مايهه. فوالا ونديروا البصله تاعنا بعد ما يتقلى لنا اللحم والدجاج تاعنا، نديروا البصله تاعنا ونزيدو نخليهم تاني يتقلاو مليح. انا الزيتون ديالي غليته غليه وحده ونحطوه في الماء ولا نحطوه في الماء هكا ونخليوه يتنحالو هذاك الملح والمروريه اللي فيه. فوالا نتبل ندير ملح فلفل احمر، هذا تحب ديروه تحبوا ما ديروش. والكاري الدجاج هنايا او الكركم، وطبعا التوابل كل واحد والذوق تاعو. ونخليو المريقه تاعنا تتقلى مليح. هنايا درت كركم كاري، فلفل احمر وفلفل اسود، وجبت هنايا البنات صدر تاع دجاج، نص صدر تاع دجاج. ونضمن لك بلي هذا نص تاع صدر تاع دجاج راح نجيب لك كميه لا باس بها. نجيب هكا مرصوص صغير تاع بصله و2 حبات تاع الثوم، طبعا نرحيوهم كل شيء مع بعضه. وندير معدنوس كما راكم تشوفوا، معدنوس ما نرحيش معاه. ونجيب 2 مغارف ولا 3 تاع لا شابلور باش نزكيو البولي اشي تاعنا. اهم حاجه يا البنات انه هنايا تزيد تخلطي مليح هذاك البولي تاعك بالتوابل تاعك، الملح فلفل كحل، الشيء اللي حطيتيه في الزيتون تعاودي تحطيه هنا، ملح فلفل كحل فلفل احمر، كركم كاري، كاع التوابل هذوكا ونخلطوا مليح باش يدخلوا كاع هذوك التوابل في الدجاج تاعنا. هنايا البنات من الافضل تخلطي باليد باش يمتزجوا مليح المكونات. انا حنخلط باليد وطبعا ما نساوش ملعقه كبيره تاع الزيت، ونخلطوا كل شيء بيدينا، نخلطهم ونرجع لكم. شوفوا البنات، ها هي نروحوا للمرقه تاعنا راهي فوالا تقلات لنا مليح. نحطو كميه قليله تاع الجزر، اللي يحب يحطها واللي يحب يستغنى عليها. كاين اللي ما يديروش، بصح انا نحب هذاك الميلونج تاع الالوان، نديرو الرولي والدجاج وهكذا خضوره تاع الزيتون والحموره تاع الجزر، تجينا حاجه شابه. فوالا حطيت الزيتون ديالي، قلت لكم البنات انا غليته مره واحده برك، ونحطو هنايا مع التقليه ياخذ البنه تاع الدجاج تاعنا يجي ما شاء الله. فوالا رحت للرولي ديالي بعد ما درته مليح، ميلونجيتو مليح، حطيتو شويه في الثلاجه يحكم روحو، قسمتو انا على 2 راح نديرهم صغار. اذا انت حبيت ديروا لي كبير ضربه واحده تقدري ديري. نديروا السيلوفان من تحت يا البنات، ونديروا هذاك بابي اليمونتير من فوق، ونطرحو هكا مستطيل بالدجاج تاعنا، ونديروا الفخوماج. انا فضلت نستعمل هذا الفخوماج، استعملت هنايا نابولي، تقدري ديري فخوماج بورسيون عادي جدا. نديرو هكا مع شطوط ونبدا نروليه نشط ونطلع عادي. ولا البنات كل ما نرولي يا البنات لازمني نضغط مليح على هذاك الرولي تاعنا باش ما يدخلش فيه الهواء ويجي متماسك مع بعضه كما راكم تشوفوا. وهكذا نكونوا انهينا. فوالا نغلق
نغلق مليح الجوانب يا البنات باش ما يخرجليش هذاك الفخوماج. انا درت هنايا زوج، واحد شويه خشين وواحد درته رقيق. انا نفضل يكونوا هكا رقاق ونحطوهم في الكسكاس ونحطوهم يفوروا. تحب تحطيهم في الكوشه كيما تحبي. شوفوا البنات هنايا كيما تقلات لي مليح طولت وانا نخليها تقلى. مرقت هنايا الزيتون ديالي. فوالا البنات انا قلت لكم نحب ندير رولي رقيق، تحبي ديريه كامل على ضربه واحده كيما تحبي، راح يجيك كميه ما شاء الله ويجيك بزاف بنين وبريزونطابل ويعمر العين. ومام يجيوك ضياف بنص صدر تاع الدجاج راح ديري طابق ما شاء الله. وحتى اللحم اللي تحطيه هنايا ولا الدجاج اللي تحطيه في الزيتون تقدري تستغني عليه. بعد ما طار لي انا خدالي واحد، خليتها واحد 45 دقيقه، لقيتها ما شاء الله كيما طابت لي مليح على نار متوسطه. هنايا شوفوا اني نحيت له جبدته نحيه، شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله. هذا فوالا. قلت لكم طبتوا مليح الجوانب باش ما يخرج لكمش ويجيكم الشكل تاعو اشباب. نخليوه يبرد يا البنات ومن بعد نحيلو هذاك البابي اليمونتير ونجوزو نقليوه في مقله باش يتحمر لنا يعطينا لون اشباب. فوالا هاو لا بروميير وهاو لا دوزيام قدامنا. دوكا نديروه في مقله فيها شويه زيت، نص الزيت ساخن، ما راحش ياخذ وقت بزاف، تحميره خفيفه هكاك برك. تحبي ديري يا البنات تحبوا ديروا زبده تحمروه في الزبده ثاني يعطيكم بنه شابه. نحمروه ونرجع لكم نوريه لكم كيف جانا. النار تكون متوسطه وزيت ساخن. كي يتحمر لنا يا البنات من جهه نزيدو نقلبوه الجهه الثانيه ونخليوه حتى نشوفوا اللون اللي يعجبنا. اللون يكون محمر. شوفوا دوكا كيما نقلبوا يعطينا لون ما شاء الله شباب بزاف. اللي يحب يخليه بصفوره هذيك ترجع لكم، كل واحد والذوق تاعو. بصح كل ما يتقلى يدخلوا البنه التقليه ويعطينا بنه شابه. نحيهم هنايا كي تحمروا لي ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. انا البنات انا كنت هنا مزروبه باش نكمل لكم الفيديو، ما خليتهمش يبردوا، جيت نقصهم هنايا باش نوريكم النتيجه. بصح كان سخون بزاف، نتوما خليوه يبرد باش ما يتفتت لكمش ويجيكم مليح. فوالا البنات انا بديت نقص فيه، هو كان سخون شويه يعني جاتني صعوبه باش نحكمه وهو سخون، على هذيك تعذبت معاه. شوفوا لداخل كيفاش جاني الفخوماج هذاك الدايب هايل، يعطينا واحد البنه بزاف شابه. انا كنت نقص فيه من الموس تاع المنشاره ومن بعد جاني بلي تفتت لي هكاك لانه سخون. جبت هذا الموس العادي ونضغط ونهبط مباشره، لقيتها تجيني افضل. نتوما خليوه يبرد راح تجيكم سهوله احسن في التقطاع تاعو. الحجم تاع الرولي تاعك راكي حره كيفاش ديريه، تكبريه تصغريه كيما تحبي. الان يا البنات راح نكمل نقصو كامل ونرجع لكم. شوفوا كيفاش جانا تجينا كميه ما شاء الله بحاجه قليله، خصوصا انه الدجاج دوكا راهو غالي. يعني هذا يعطينا افكار هكا بسيطه باش نخدموا حاجه تكون تحمر الوجه وبكميات قليله. لا قصدي ماشي كميات قليله، بكميات كبيره وتحمر الوجه ومصروف ما يكونش بزاف. فوالا دوك نسربيه يا البنات لهنايا. درت انا زيتون في هذا البلا. هذا البلا تقدري تحطيه مباشره وكل واحد تحطي له في الطبسي تاعو. فوالا درت زيتون، درت رولي هذاك توتوتوخ، ودرت هذوك الدجاج اللي كانوا عندي. تقدري تحمريهم ثاني في الزيت ولا في المقله هذيك اللي حمرتي فيها الرولي، تعاودي تزيد تحمريهم تعطي لهم لون شباب. ديري ترشي بالمعدنوس شويه فخوماج غابي ولا انتيا درتي بلا شباب. البنات وصلنا هنايا لافان. هذوك نزيد نرمي عليه شويه هكا زيتون رابي، قلت زيتون رابي، نزيد نرمي عليه شويه فخوماج غابي هكا باش يعطينا منظر شباب. نتوما البنات اللي هنايا انا وصلت نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو طبعا وحابين تشجعوني ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. نتمنى يعجبكم البلان، نتمنى تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات. هذه هي البنات، تهلاو في روحتكم حبيباتي ومع السلامه.